الرز القابولي العماني من الأكلات الشعبية المعروفة بالمطبخ العماني. بصراحة كتير طيبة. بطنجرة بنحط تقريبا تلت كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي، وبصل مقطع جوانح تقريبا بصلتين، وملعقة من الثوم المفروم، ومنقلبهم ومنضيف باقة عطرية اللي هي عود قرفة، وكم ورقة غار، وكم حبة هيل، وحبة لومي. هلأ بضيف قطع الدجاج، فينا تكون قطع الدجاج أكبر من هيك. منقلب الدجاج ومنضيف بهارات مطحونة اللي هي فلفل أسود، وكمان زنجبيل وكركم، وبضيف قرنفل، نص ملعقة صغيرة من كل نوع. وهلأ بقلب الدجاج شي دقيقتين تلاتة، وبعدين بضيف مي مغلية. بضيف كمية منيحة لأن بدنا نطبخ الرز كمان بهي المي، وبدنا نسلق الدجاج فيها. إذا تشكلت الزفرة على السطح بنرفعها، وبعدين بنغطي الطنجرة، ولما يستوي الدجاج بنضيف ملعقتين صغار ملح، وبنتركهم 5 دقايق، وبعدين بنرفع الدجاج وبنرفع البقة العطرية. وبكون ناقعة رز لمدة نص ساعة بمي وملح، بغسله، وبعدين بضيف الرز بنفس المي. رز بسمتي حبة طويلة، أنا هون رح استخدم كوبين من الرز. أول 10 دقايق بتركن على نار متوسطة، ولما ينخفض مستوى المي بخفف النار للآخر. هون الدجاج حطيته بصينية الفرن وبدهنه بالزيت، وبدخلهم تحت الشواي حتى ياخدوا لون. الرز هلأ استوى بعد ما خففت النار. هلأ بمقلاية على جنب بحط إما زيت زيتون تقريبا 5 ملاعق أو ملعقة من السمنة. أنا حطيت ملعقة من السمنة. بضيف كوب كبير من الحمص المسلوق مسبقا، بدنا نقلّبه على النار، وكنت ناقعة تقريبًا نص كوب من القشلميش أو الزبيب. مننقعه منشان تروح قساوته، وبعدين باقلّبهم لحتى تنتفخ حبّة الزبيب. منضل نقلّبهم 3 ل4 دقايق، وآخر شي منضيف شوي من البصل المحمّر، تقريبًا بصلتين خلّيتن هيك مقرمشات. منضيفن آخر دقيقة، ومنقلّبن مع الحمص والزبيب لحتى يسخنوا شوي. وهلأ منسكب الرز بصحن التقديم، ومنوزع الزينة على السطح، والدجاج بالفرن بيكون أخد لون. كمان منوزعه فوق الرز. منقدم جنب هاي الوصفة لبن أو سلطة خيار بلبن أو سلطة خضراوات. بصراحة وصفة كتير شهية، رغم إنها مانا معقدة، يعني لا مكوناتها غريبة أو صعبة، ولا طريقة تحضيرها فيها صعوبة. عادية جدا جدا، تاخد وقت متوسط بتحضيرها، يعني مثل تحضير المندي مثلا. وكمان مكوناتها تعتبر عادية جدا، بس فعلا كتير كتير شهية. بنصحكن تجربوها. وبهالمناسبة رح نبعت تحيات كبيرة لشعبنا الغالي بسلطنة عمان.